زمزم طبعا البئر قديم ومن زمان، ولكن إدارة الموضوع كيف تديره بشكل يلبي احتياج ملايين الزائرين يوميا. ما في مكان في الحرم بالمساحة الضخمة دي إلا وتقدر تلاقي بيسر وسهولة الحافظات حقت زمزم. 25 ألف حافظة، ويتم إعادة تعبئتها بشكل يومي وتنظيفها بشكل يومي. يعني مشروع ضخم. وهذا أيضا قد يكون والله أعلم واحدة من أكبر سقيا الماء في العالم، ككمية الأعداد الهائلة اللي قاعدة تشرب يوميا. الحفاظ على سلامة الماء، بياخذوا كل يوم عينات عشوائية من الماء تذهب إلى المختبر للتأكد من سلامة الموضوع، أنه ما في أي مشاكل في الآلية بالكامل. أيضا خدمة جميلة جربتها، بيوفروا حتى للطائفين مياه زمزم. وبالمناسبة في عمال متخصصين حتلاقيهم زي اللي لابسهم الآن، شايفين هذا اللبس اللي هو البيج، لونه بيج. هذول عمال متخصصين فقط لسقيا زمزم. أهلا وسهلا. إيش الاسم؟ جميل شيخ. جميل. الله يجمل أيامك يا رب. تقبل الله. شراب مبارك إن شاء الله. حياك. تقبل الله. شراب مبارك. شراب مبارك. تقبل الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إيش اسم؟ नाम क्या है? أنايا. أنايا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. كمان ولا خلاص؟ بس نطلع بدعوة. ادعي لنا دعوة لله. أهلا وسهلا. الله يخليك. وهلا. كيف عرفتي أنا متخفي أنا ومغطي من عيوني يا شيخ؟ تقبل الله. شراب مبارك. ادعي لنا. ايش اسمه؟ محمد. باكستان؟ بنغلاديش. ما شاء الله. طبعا بنغلاديش ثالث أو رابع دولة إسلامية من حيث العدد، 150 مليون مسلم من بنغلاديش. السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله. لاهور ما شاء الله. تحياتي. هذا جمال الحرم، كل الجنسيات. اللي يبغى يتخيل فين بئر زمزم، هو تقريبا ورايا بين مقام إبراهيم والحجر الأسود، على بعد 21 متر من الكعبة، عمقه 30 متر، له تحت منبعين، منبع من الصفا والمروة ومنبع من الكعبة. الفائض عن احتياج الزوار من ماء زمزم يذهب عن طريق أنابيب تحت الأرض إلى مجمع الملك عبد الله لسقيا زمزم على بعد 4 كيلومتر تقريبا من الحرم. هذا المجمع كله مؤتمت، كله اوتوماتيك، وشوفوا آلية العمل فيه. أول خطوة تبدأ بالأنبوبة البلاستيكية دي، تتحط في خط الإنتاج. الأنبوبة الصغيرة تتحول إلى الجالونات دي في مقاسين، هذا 5 لتر وفي 10 لتر. الماكينة دي طاقتها الاستيعابية بتخرج قارورة كل ثانية. هذه مرحلة وضع الاستيكرات على القوارير، كله بشكل أوتوماتيك. مرحلة التغسيل، القارورة بتتغسل أول، ومرحلة التغطية أيضا تتم أوتوماتيكيا. هذه الطبالي بتتغلف وتيجي إلى المستودع عن طريق جسور أوتوماتيكيا. هذا المستودع كم تتوقعوا يسع؟ 100,000 قارورة؟ 500,000؟ مليون؟ يسع هذا المستودع ما شاء الله تبارك الله إلى 1,700,000 قارورة من سعة 10 لتر، كلها تخزن. وبعدين
طبعا ليه الموضوع ده مهم؟ اللي يفتكر كان زمان النظام ما كان في نظام اصلا، فتره ما قبل المصنع كل عشوائيه، ناس تستغل الحجاج. احيانا ممكن الواحد ما هو متاكد المويه هذه مغشوشه حاطين عليها مويه ثانيه ولا لا. تم تنظيمها وحصرها وترتيبها وعلاجها من اجل الزائر يحصل على عبوه هو الحمد لله يكون ضامن انها عليها مراقبه وصحيه وما تاذيه بنظام جميل وآلي ومنظم. هل هذه النهايه؟ لا، في افكار مره كثير قادمه للمستقبل للمجمع لتحسينه.